طبعا الزاويه دي صعبه جدا ان الحكم يشوفها، لكن كان لازم الفار يجيب الحكم ويقول له تعالى في التحام ما بين حارس المرمى ولاعيب نادي الزمالك، تعالى شوفه. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لعيب اسوان. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي مفيش اي التحام بالقدم مع لعيب الزمالك، لكن في الاخر هنا الحكم حسب فاول على لعيب اسوان. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب اسوان. هنشوف مع بعض هنا بقى تلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لعيب الزمالك بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض كده قدم لعيب اسوان، هتلاقي القدم مرتفعه لمستوى عالي زي ما احنا مش شايفين مع بعض. بس هل هنا بقى الارتفاع ده لمس لعيب الزمالك ولا ما لمسوش؟ طبعا الكره دي اتعادت من اكتر من زاويه، لكن ما فيش ولا زاويه وضحت هل اللاعب ده لمس لعيب الزمالك ولا لا. هنشوف مع بعض هتلاقي في زاويه تانية برضو الرؤيه مش واضحه، لكن هنا هو الحكم قريب ومفيش اي لعيب قدامه، وهو اللي خد القرار في الاخر ان اللاعب ان هو ما لمسش لعيب نادي الزمالك. وفي الاخر كمان الفار ما راجعش على اللعب علشان يقول ان في ضربه جزاء ولا لا، فهناخد ان قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب اسوان. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم زي ما احنا شايفين مع بعض، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول برضه على لعيب اسوان. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه تدخل بقوه من لعيب نادي الزمالك مع لاعب اسوان، وطبعا التدخل ده كان لازم الحكم يديله انذار فيه، لان هنا في تهور من لعيب نادي الزمالك، لكن الحكم هنا حسب فاول بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا برضو كان لعيب اسوان بيطلب بضربه جزاء. هنشوف مع بعض هنا الكره دي ما تعدتش خالص، هنا لعيب اسوان ولعيب نادي الزمالك الاثنين وقعوا على الارض، لكن برضو الحكم هنا قريب ومفيش اي لاعب واقف قدام الحكم، وطبعا الرؤيه واضحه. وهنقول برضو ان هنا قرار الحكم قرار سليم طالما مفيش رؤيه توضح، فهناخد بقرار الحكم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في وش حارس المرمى زي ما احنا مش شايفين مع بعض. طبعا هنا الحكم حسب فاول، لكن طالما في استخدام باليد وبالطريقه دي وفي وش حارس المرمى كان لازم اللاعب ده ياخد انذار، لكن هنا الحكم حسب فاول بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب اسوان. هنشوف مع بعض هتلاقي هنا اللاعب طبعا بص وضع رجليه في الوضع دوت، هتلاقي بعد كده رفع رجليه وعمل التحام، وطبعا هنا في تعمد طالما رفعت رجليك عن المستوى دوت ورفعتها يبقى انت متعمد، وهنا طبعا الحكم اداله انذار وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وهنا الحكم حسب فاول واداله انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم ان هو يديله انذار، لان هنا لعيب نادي الزمالك ما بيلعبش على الكوره زي ما احنا مش شايفين مع بعض المستوى بتاع رجليه والارتفاع دوت، هنا ما بيلعبش على الكوره بيلعب على قدم لعيب اسوان. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لعيب نادي الزمالك بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض كده حاجه مهمه جدا، بص على ايد حارس المرمى زي ما احنا مش شايفين مع بعض، هتلاقي الحارس عامل التحام في قدم لعيب نادي الزمالك زي ما احنا مش شايفين مع بعض. طبعا الزاويه دي صعبه جدا ان الحكم يشوفها، لكن كان لازم الفار يجيب الحكم ويقول له تعالى في التحام ما بين حارس المرمى ولاعيب نادي الزمالك، تعالى شوفه هل يستاهل ضربه جزاء ولا ما يستاهلش. لكن هنا الفار ما عملش الكلام دوت، هنا الفار خد القرار من نفسه ان اللعبه ما فيهاش اي حاجه. وطبعا هنا اللي اخطا الفار مش حكم الساحه، يعني حكم الفار اكيد شاف اللقطه اللي احنا جايبينها ديت واكيد شافها ان هو التحام طبيعي، لكن هنا في التحام مع حارس المرمى، لكن الفار هو اللي قرر ان مفيش اي حاجه في اللعبه ديت.